السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. معاكم كابتن بدر حمزة، وده الفيديو اللي من خلاله هعرفك بالظبط ازاي تنشئ حساب في منصة الكابتن التعليمية. ولكن قبل اي حاجة يا ابو الطلاليب لازم تعرف ايه اللي هنقدمه لك من خلال منصتنا في الفترة دي. واللي هنقدمه لك الفترة دي يا ابو الطلاليب باذن الله هو مكثف الترم الاول، واللي هتكون بدايته معانا يوم 28/12، واللي من خلاله هنراجع بشكل قوي جدا جدا على الترم الاول بالكامل سواء في مواد الجغرافيا او التاريخ، وهنحل لك مئات الافكار على كل جزء من منهجك. ده طبعا بخلاف الملازم اللي هتتقدم لك مجانا بمجرد انضمامك، واللي هيكون فيها ملخصات قويه جدا جدا تسهل عليك الترم الاول بالكامل باذن الله. من خلاله هتتعوض عن كل اللي فاتك، وسواء كنت مراكم او حتى ما بداتش في المواد او خلصت المواد تماما وعايز تكتسب افكار اكتر، فالمكثف ده هيكون مناسب ليك. ولو محتاج عنه اي تفاصيل هتلاقيها موجوده في الكومنتات. ولكن تعالى بقى عشان اعرفك بالظبط بمجرد ما تنضم الينا ايه اللي هيتم معاك يا ابو الطلاليب، وازاي تنشئ حساب في المنصه بدون اي مشاكل. وطبعا حضرتك بمجرد ما تبعت لنا سكرين التحويل ويتم التاكد من اشتراكك بيتبعت لك مسج زي دي بالظبط. انت طبعا بتبعت سكرين التحويل على تليجرام، والمسج دي توصل لك بمجرد التاكد من الاشتراك، وهي بتكون زي ما انت شايف دلوقتي عباره عن خطوات حضرتك بتعملها علشان تضمن انك تسجل بياناتك بشكل صحيح وتكون موجود في المنصه، وكمان تتواصل مع التيم اللي هيتابع معاك على مدار المراجعه باذن الله. وتعالوا ناخد مع بعض خطوه خطوه ونعرف حضرتك هتعمل فيها ايه بالظبط. انا دلوقتي معايا تليفون زي التليفون اللي معاك بالظبط، يعني انا كاني مكانك بالظبط دلوقتي. فتعالى كده كمان نكبر الشاشه يا باشا عشان كل حاجه تكون واضحه لحضرتك. تمام اهو، وناخد مع بعض خطوه خطوه. طيب هنبدا بالخطوه الاولى عندنا، وهي فكره اللينك اللي من خلاله حضرتك هتنشئ الحساب وتسجل بياناتك. بتبدا ان انت تضغط عليه عادي جدا جدا، بتفتح معاك الصفحه دي او البيج اللي قدامك دي دلوقتي، وبتبدا ان انت تدوس على كلمه انشاء حساب اهو، سهله جدا جدا اهي. بتدخل معاك للصفحه دي او الفورم اللي قدامك اللي مطلوب من حضرتك انك تملاه بالكامل. تعالوا برضو ناخد خطوه خطوه ونعرف في كل خانه حضرتك المفروض تعمل ايه. اول خانه بتكتب اسمك عادي جدا، الخانه الثانيه بتكتب رقم تليفونك، طبعا لازم يكون عليه تليجرام ويفضل يكون عليه كمان واتساب، وبعد اذنك رقم التليفون يكون شغال، يكون قاعد في شبكه بجرن على الناس، يعني بقى مفيش حراره. طب رنوا حراره محدش بيرد، طب دايما بيدي مشغول، اديني رقم تليفون اعرف اتواصل معاك عليه الله يكرمك. تمام. بعد كده هتكتب طبعا رقم ولي الامر، ولي الامر مش مشويات حماده السوري ولا مش عارف مين ولا ابن عمك ولا ابن خالك، ولي امرك. تمام. وبعد كده بتكتب المحافظه اللي حضرتك منها، ثم فئتك كطالب، يعني مشترك في الجغرافيا فقط ولا التاريخ فقط ولا المادتين، بتختار اهو بالشكل ده مثلا انت مشترك في المادتين. بعد كده بتقول انت اشتركت معانا في الترم الاول ولا لا، مثلا نكتب ايوه. وبعد كده نيجي للخانه دي واللي هي بتاعه الشكاوي والاستفسارات. لو عندك اي حاجه تكتبها اكتبها، كده كده بتوصل لنا. طب ما عندكش املى الخانه دي باي حاجه، حط نقطتين مثلا، وبعد كده حضرتك هتضغط ارسال. وطبعا حضرتك بمجرد ما بتدوس ارسال بيجي لك المسج دي اللي هي تم حفظ الرد. وانا سجلت بياناتي زيك بالظبط اهو، كتبت اسمي وكتبت رقمي وكل حاجه زي الفل يا باشا، وواضحه اهي قدامك. وزي ما قلت لك بمجرد ما بتخلص الفورم بتدوس ارسال وبيجي لك المسج بتاع تم حفظ الرد، وبكده حضرتك بتكون انشأت حساب وبياناتك كلها اتحولت الى شيت المتابعه الخاص بيك. وطبعا حضرتك الفضول مش هيسيبك وهتروح تخش على خانه تسجيل الدخول، وبمجرد ما تخش على الخانه دي بتبدا تجي لك المسج اللي قدامك دلوقتي اللي هي سوف يتم اضافه المحتوى قريبا. وده طبعا لان بدايتنا في المكثف باذن الله هتكون يوم 28 ديسمبر. ومع البدايه هنبدا ان احنا طبعا نوفر المحاضرات لحضرتك تتابعا من خلال اللينك ده بشكل مرتب ومنظم. وطبعا كل مكثف اللي هو سواء الجغرافيا والتاريخ هيكون لوحده بمحاضراته بتاعت حل الاسئله والشرح وبديفات الملازم وكل حاجه، وهتكون مربوطه بتليجرام بشكل منظم عشان مفيش اي حد يراكم اي حاجه، اصل دي مراجعه فاحنا كمان مش هنراكم المراجعه، فهنرتب لك كل شيء علشان باذن الله يكون الموضوع مبسط عليك جدا جدا وما يواجهكش اي مشاكل يا ابو الطلبه. وتعالى بقى نروح للخطوه الثانيه اللي هي من خلالها حضرتك هتبدا تنضم لجروبات المنصه. وخلي بالك ان الخطوه الاولى والثانيه مرتبطين ببعض بشكل كبير جدا جدا علشان تضمن ان انت تاخد المحتوى بشكل سليم بدون اي مشكلات، فركز معايا وتعالى ننتقل اليه. بنيجي ثانيا وهي فكره الضغط على اللينكات علشان نبدا ان احنا نقبل حضرتك في المنصات. فمثلا ببدا ان انا عايز اخش منصه التاريخ، بضغط هنا وادوس طلب الانضمام للمجموعه او للجروب. بتبعت طلب الانضمام يا باشا، وبمجرد ما تبعته بنبدا ان احنا نقبلك.
نفس الكلام في ماده الجغرافيا، لو انت طبعا مشترك في المادتين بتبعت برضو طلب انضمام، لان زي ما قلت لكم قبل كده المنصتين مختلفين عن بعض، منصه الجغرافيا لوحدها ومنصه التاريخ لوحدها. واخر حاجه عندنا وهي فكره التواصل مع تيم المتابعه. ده اللينك اللي من خلاله هتضغط ضغطه واحده بيحولك لاكونت المتابعه اللي هيتابع معاك على مدار المراجعه بالكامل باذن الله. تعيش بقى يا باشا معاهم، تسالهم اللي انت عايزه، تعمل في الاكونت ده اللي انت عايزه، وطبعا كل ده باشراف كامل مني. وكده حضرتك تكون ضمنت ان انت تنضم للمنصه بشكل صحيح، تسجل بياناتك وتنشئ حساب، وكمان يتم التواصل معاك من قبل التيم. مفيش اي مشاكل هتواجهك باذن الله، الموضوع بسيط جدا، واصلا المسج موضحه كل حاجه، بس انا حبيت اعمل الفيديو واحط نفسي مكانك كده وامشي معاك بالخطوات خطوه خطوه علشان ما يواجهكش اي مشاكل باذن الله. وبس كده يا ابو الطلاليب، الموضوع بسيط جدا جدا وباذن الله ما يواجهكش اي مشاكل. ولو محتاج اي تفاصيل تانية طبعا عن المنصه او المكثف، او محتاج تسال عن اي حاجه، هتلاقي لينك التواصل معايا في الكومنتات، هرد عليك بنفسي باذن الله في اسرع وقت. ومستنيكم باذن الله في المكثف علشان نكمل خطواتنا في رحله ضمان ال 80 درجه من مجموعك مع الكابتن. واشوفكم على خير في فيديوهات كتيره جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم كابتن بدر حمزه.